بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي كبسولة رياضية. النادي الأهلي. النادي الأهلي الأهلي والاتحاد السعودي. النادي الأهلي يعمل مباراة عظيمة، مباراة كبيرة، ويهزم الاتحاد السعودي. نطلع محللين ونقاد وصحفيين وإعلاميين ونتكلم: الأهلي أعظم فريق، كولر أعظم مدرب، اللاعبين أعظم لاعبين. الأهلي يلاعب بطل البرازيل، يخسر، نطلع نهلل ونتكلم في مشاكل اللعيبة، كولر ما عندوش فكرة، وده حال الكرة المصرية. العلة والعيب ليس في النادي الأهلي، ولكن العلة والعيب في إدارة كرة القدم المصرية. إلى الآن نمرة واحد، مش عارفين ندخل جمهور المدرجات. نفسي نستنسخ من أي دولة ومن أي بلد إزاي الجماهير بتدخل بكل سلاسة ونظام الملعب، تشجع، تتمتع، تخرج بكل سلاسة في جميع المباريات، في جميع الدوريات العالمية والإفريقية والأوروبية والتركية والألمانية، كل الدوريات. العنصر الأساسي في كرة القدم هو الجماهير. نمرة 2، الملاعب. الملاعب لازم يكون في شركات عالمية تدير الملاعب المصرية. وبقصد بالملعب هنا الملعب، النجيلة، الصرف، المدرجات، التراك، كل ما هو في الملعب. نمرة 3، الإخراج التلفزيوني الفضائي، الكاميرات، المخرجين. نمرة 4، وده أهم عنصر ومنظومة، هي منظومة اتحاد كرة القدم. لازم يكون في وقفة وتغيير شامل وكامل لجميع عناصر اللعبة في مصر، ويجي ناس على أعلى مستوى من الفهم، من الدورات، من التدريب، من الوعي، من الخبرات. وهذا مهم جدا جدا جدا. منتخب مصر قريبا هيلعب في البطولة الإفريقية، وإلى الآن مدرب المنتخب مش عارف يعمل معسكر أو يبدأ المعسكر. وهل هيبدأوا بلاعيبة النادي الأهلي أو لأ؟ هل هيريحهم أم لأ؟ هل الدوري العام وجدول الدوري العام منتظم؟ إلى الآن لو نشوف الأهلي متأجل له عدد من المباريات قد إيه، لعيبة الأهلي والبطولات المتلاحمة وهيروحوا المنتخب، شماعات 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 للمنتخب القومي المصري في البطولة الإفريقية اللي جاية. وبعد ما نطلع من الأدوار الأولى أو الأدوار التانية أو نوصل للنهائي بس ما ناخدش البطولة، نبدأ بقى نقول الأسباب، لأن كذا، لأن اللعيبة مرهقة، لأن البطولات، لأن كل المبررات مبررات واهية، لأن للأسف مش عارفين ندير جدول مسابقة، وهي مسابقة الدوري العام. جميع الدول، المانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
بيلعب النهاردة مباراة في الدوري، بيسافر بكرة عشان عنده بعد بكرة مباراة في كأس العالم للأندية، بيلعب المباراتين، بيرجع مباشرة يستأنف سواء بطولة أوروبا سواء الكاس سواء الدوري. عمر الفريق أو النادي ما قال أجلوا لي المباريات لأن عندي بطولة. في جدول منتظم مرتب بالمواعيد بالتواريخ. في توقفات لجميع الفرق، بيحصل توقفات، في تأجيلات بيكون لجميع الفرق. في منظومة رياضة. متابعي كبسولة رياضية، للحديث بقية. إن شاء الله النادي الأهلي هيلعب مع بطل اليابان على المركز الثالث والرابع. أنا من رأيي صرف النظر عن كل الكلام، الأهلي قادر وبسهولة إن يكسب بطل اليابان. بطل اليابان شفناه قدام المانشستر سيتي بيلعب بتكتيك عقيم، وهو ال11 لاعب تحت الكرة. التحولات الهجومية عنده ضعيفة جدا جدا جدا. الخطة دي ممكن يقعد 40 دقيقة و45 دقيقة و50 دقيقة و60 دقيقة صامد، لكن في النهاية بيدخل فيه هدف. والأهلي قادر جدا إنه يستدرج ويسحب الفريق ويلعب هجماته، مش الكونتر أتاك ولا الهجمة المرتدة، يلعب عادي جدا، هيوصل للمرمى بكل سهولة ويكسب ويفوز بالمركز الثالث. ودي مش أول مرة ولا تاني مرة. مش هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. احنا عايزين نوصل لإصلاح منظومة كرة القدم. إن شاء الله في مصر في فترة رئاسة جديدة اشتغلنا على بناء الحجر، ياريت نشتغل على بناء البشر. وفي الرياضة ياريت يكون في ثورة رياضية كروية بتغيير جميع الشخصيات المسؤولة حاليا عن كرة القدم، واستبدالها بكوادر فنية، كوادر علمية، كوادر تقدر تستنسخ من الدوريات ومن الدول اللي سبقونا. بلاش نفكر، بلاش نخطط، نجيب نظام ونطبقه ونمصره ونبرمجه في مصر، من أجل نشوف ونتمتع بكرة قدم حقيقية، ويكون عندنا فريق يمثل منتخب مصر بيلعب كورة جميلة، تكتيك رائع، بيلعب بشكل ثابت ب11 لاعب، ب3 تغييرات أو 4 أو 5 معروفين، لهم بدلاء في حالة إصابة أو في حالة طرد معروفين، بخطط هجومية، بكرة قدم تجعلنا يوم ما ناخدش البطولة نقول عادي هنوصل كاس العالم، يوم ما نوصل كاس العالم نقول هنوصل لأدوار بعيدة، يوم ما نوصل لأدوار بعيدة نخطط إن احنا في يوم من الأيام أو في سنة من السنين نلعب نهائي كاس العالم. عندنا محمد صلاح، لاعب واحد محترف اسمه محمد صلاح. النني في مستويات أقل، تريزيجيه في أقل، مرموش. عايزين نعمل 10 محمد صلاح، 20 محمد صلاح. احنا 110 مليون وأكتر. مش غريبة علينا ان نطلع 20-30 لاعب محترف في أكبر الدوريات الأوروبية ويكونوا على مستوى محمد صلاح. كل الشكر لمتابعي كبسولة رياضية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.